السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني والله في الكام يوم اللي فاتوا دول. النهارده حلقة جديدة. النهارده معايا الصندوق ده فيه اسئلة هقعد اجاوب عليها. الاسئلة حلوة عن امريكا وعن الحياة في امريكا وعن الاستقرار في امريكا وكل الكلام ده، فيها شوية معلومات، فيها اسئلة حلوة شوية. فمش عايز اطول عليكم كتير، يلا بينا ندخل على طول في الحلقة. ورجعت لكم تاني وهنبتدي الحلقة بتاعت النهاردة بالأسئلة. أنا هنبتدي بالسؤال الأول، والسؤال الأول بيقول: هل أمريكا تستاهل؟ أمريكا تستاهل لو أنت جاي علشان تشتغل وتتعب وتستقر هنا وتقعد، يعني هتقعد جاي هجرة وهتقعد في أمريكا وهتستقر وهتعمل مستقبل هنا، فهي تستاهل. تمام. لكن لو انت بقى جاي علشان تلعب وتهيص وتقضيها وتعمل كل الكلام ده، لا لا لا، امريكا ما تستاهلش، وهتفرهد نفسك على الفاضي، ومش هتلاقي المردود اللي انت كنت متخيله. يعني مش هتلاقي الدولارات بتطلع على الشجر والحاجات ده، فلا ما تستاهلش. ندخل على السؤال التاني. السؤال التاني: جيت امريكا ومعاك كام فلوس؟ حلو السؤال ده. طيب انا جيت امريكا اول ما وصلت في 2023 بعد المصروفات وبعد كل الكلام ده، كان معايا كله $3000. طبعا ال $3000 دول مش رقم كبير خالص هنا يعني، وبالاخص ان انا كنت قاعد في نيويورك. تكلفة السكن والمواصلات والمعيشة في نيويورك كبيرة جدا. فانت ال $3000 يعني يا دوبك هيكفوك شهر لو انت ماسك على نفسك قوي، شهر ونص. تمام. انا قعدت لحد ما جالي الورق، قعدت 6 شهور. ف $3000 كرقم ان انا جيت بيهم هنا، لا ما كانوش كفايه. ما كانوش يغطوك لحد ما انت يجيلك الورق. فيعني نصيحتي طبعا، لو انت جاي هنا هجرة، على قد ما تقدر هات معاك فلوس يعني. حلو السؤال ده. ندخل على السؤال اللي بعده، السؤال رقم 3: أول شغلانة اشتغلتها كانت إيه؟ طيب، انا اول شغلانه اشتغلتها في امريكا، اول ما الورق جالي، كانت اسهل شغلانه يعني قدرت ان انا اشتغلها، وهي كانت اوبر اللي هو توصيل الاكل، اوبر دليفري او اوبر ايت زي ما بيقولوا عليه. فدي كانت اول شغلانه ليا. قعدت فيها لمده 3 شهور، ما طولتش يعني، لان هي آم، ناس كتير مفكره ان شغلانه اوبر دي بتجيب فلوس. لا، هي مش بتجيب فلوس. كله بيشوف الانكم بتاعها، مثلا انت بتعمل 100 ولا $150 في اليوم، بيقول لك لا ده حلو قوي، 100 $150. بس كله بينسى حتة الجزئية بتاعت البنزين، صيانة العربية مع الوقت. ما انت مع الوقت قاعد بتحرق في العربية دي، رايح جاي رايح جاي، وانا بكلمك 100 150 ده لو انت اشتغلت 8 ساعات، كأنك شغال يعني فول تايم جوب، انت شغال 8 ساعات بدون راحة. بتاخد لك مثلا نصايه كده في النص بريك ليك ولا حاجة، وبعد كده بتكمل، فانت بتعمل 100 150. بعد بقى ما تحسب البنزين اللي انت حطيته في العربية والكلام ده كله، فلا يعني مش على قد همها. لكن اول شغلانة فعلية ليا جت بعد 3 شهور. السؤال رقم 4، وهنقول: جبت كام كيلو كشري معاك من مصر؟ والله يعني لا، للأسف أنا ما جبتش معايا كشري. كان بودي والله فعلا الكشري وحشني، بس لا ما جبتش معايا كشري من مصر وأنا جاي. الجمارك كانوا هياخدوه مني يعني بس لا، ما جبتش معايا كشري وأنا جاي من مصر، لا للأسف. المرة الجاية بقى بجيب معايا إن شاء الله. ندخل على السؤال اللي بعده، والسؤال بيقول: أول موقف صدمني في السواقة. آه آه سؤال يجيب عياط. آم، بص يا سيدي، الأول موقف صدمني في السواقة. طبعا أنا يعني زي ما انتوا عارفين أنا من اسكندرية، فإحنا السواقة عندنا في اسكندرية بيقولوا عنيفة شوية. فكان أول موقف يصدمني في السواقة،
اول ما جيت على طول انا كنت جاي كانت معايا رخصة دولي، فاخدت العربية وطلعت. فكان في مفترق طرق اللي هو بيبقى 4 طرق، هو بيبقى عامل شكل بلس ده، فبتبقى فيه رايح جاي ورايح جاي بالعرض. المهم ده يعني الموضوع بتاع مفترق الطرق ده والانترسكشن هنا بيبقى من اصعب الحاجات اللي انت ممكن تخشها لو انت بتسوق جديد ومش فاهم النظام ماشي ازاي، لان انت هتلاقي في اشاره للناس اللي بتلف يمين معانا في نفس الوقت الناس اللي بتلف شمال، فيعني كعبله كتير لو انت مش حافظ السيستم هنا. فالموقف اللي حصل ايه، كانت اول مره ورايح، طبعا انا الاشاره اصفرت. فمصري بقى قلت بس الإشارة صفرا قبل بقى إيه ما نقعد في الأحمر والكلام ده كله، أنا أخطفها على طول. فدخلت التقاطع ده، هوب قلبت إيه أحمر في الاتجاه اللي أنا رايح فيه وأنا في النص. كله بقى إيه بدأ يتحرك وبتاع، وهوب لقيت السرينة في ظهري. قلت يا نهار اسود، بس انا كده اترحلت النهارده خلاص. يعني انا كده اترحلت. طبعا هو البوليس على طول في نوعين من البوليس، في اللي هو البوليس الصريح اللي هي العربيه البوليس الاسود فابيض دي او الازرق فابيض او وات ايفر اللون بتاعها ايه على حسب الولايه اللي انت فيها. وفي اللي هو الاندر كفر اللي هي عربيه عاديه ملاكي جدا باي لون ماشيه جنبك ومره واحده تلاقيها بتطلع انوار من كل حته. فلقيته جه ورايا ووقفني وبتاع، فتقريبا صعبت عليه لما وريته الاوراق بتاعتي، يعني وريته ان انا لسه واصل بقاليش يعني يومين وكده. فقال لي طيب بص احنا هنعديها المره دي كده وورنينج، بس يعني ايه خلي بالك يعني تاخد بالك من الاشاره وكده يعني. بس الحمد لله يعني الموقف عدى، بس ده من اطرف المواقف اللي حصلت لي في السواقه هنا في امريكا، وكان يعني موقف جميل يعني. بس الحمد لله ما اتكررش ومش هيتكرر تاني يعني. ندخل على السؤال اللي بعده، والسؤال رقم 6. قد ايه واخدت وقت علشان تلاقي شغل؟ السؤال ده حلو جدا ويفيد ناس كتير قوي، لسبب ان الناس مفكرة ان هو اول ما هيجي هنا هوب هيلاقي الشغل على طول يعني. المعلومة دي مش صح خالص يعني، وبالاخص لو انت واحد جاي هجرة فانت معاك ورق وجاي بتدور على شغلانة في مجال معين. يعني مثلا انت كنت شغال في محاسب في مصر وجيت هنا هوت، فانت عايز تدور على شغلانات محاسب، فهتاخد وقت كبير جدا عبال ما هتلاقي الموضوع ده لاكتر من سبب. تعال نبداهم ايه يعني واحده واحده كده. آه، مبدئيا شغل اوبر ده جالي بسرعه جدا، لان اوبر انت بتنزل ابلكيشن عندك على الموبايل بتحط عليه شويه بيانات، هوب ابلاي بتشتغل على طول معاهم من تاني يوم، يعني الموضوع ما بياخدش وقت. لكن ان انت بقى عايز تدور على شغل فول تايم جوب، الموضوع صعب جدا او مش صعب جدا، هو بياخد وقت. بياخد وقت لأكتر من سبب. لو هنتكلم على السبب الأولاني لازم تفهم نقطة مهمة، إن مش كل الشغلانات أو مش كل الوظائف هنا محتاجة مؤهل جامعي. هما هنا هو الهاي سكول أو الثانوية العامة تعتبر بالنسبة لهم مؤهل. فأغلبية الشغل اللي في أمريكا بيشترط الهاي سكول، الا لو بقى الحاجات اللي هي زي طب وهندسه وصيدله ويعني الحاجات التوب دي، لا دي عايزه شهاده جامعيه، ولازم ان انت يكون معاك شهاده جامعيه وبتعمل معادله. طبعا يعني اخواتنا المهندسين والدكاتره عارفين الموضوع ده كويس قوي، ان هو لما بيجي هنا بيعمل معادله وبيقعد يذاكر علشان يشتغل. لكن كشغل انت طبعا عندك المنافسه عاليه قوي هنا، ولازم ان انت تكون يعني مقوي نفسك بس اوريدي قبل ما تيجي امريكا، ان انت تكون مقوي نفسك، اخد كورسات الانجليش بتاعك كويس. تمام، انا ما بقولكش طبعا الانجليش بتاعك يكون التوب، بس الانجليش بتاعك كويس، ان انت تبقى فاهم وتعرف تتكلم وتعرف تاخد وتدي في مواضيع الشغل بالانجليش. تمام. فهي الموضوع بياخد وقت ان انت بتقدم على حاجات كتير، وعلى حسب بقى ما يجيلك انترفيو تعمل انترفيو يا تتقبل يا ما تتقبلش، فالموضوع بيطول يعني. انت بتقدم على اكتر من حاجة، ولما حاجة فيهم بتجيلك انترفيو فيها بتخش انترفيو، بعد كده عبال ما بيردوا عليك بياخدوا لهم حوالي اسبوع 10 ايام، ولو ممكن يبقى فيه انترفيو تاني او لا. فهو الموضوع الشغل هنا مش سهل يعني، مش هتلاقي الشغل على طول. ولو انت جاي بقى عايز الشغل اللي هو بتاع الكاش او المطاعم، او يعني ان انت عايز تنزل تشتغل بنفسك في مطعم او كافيه او الحاجات دي، هتبتدي تدور على اريا
فيها المطاعم والحاجات دي، هتبتدي بقى تخش محل محل وتسأل يا جماعة انتوا محتاجين حد يشتغل ولا مش محتاجين حد يشتغل، وما تتكسفش يعني. هنا دايما الشغل محدش بيتكسف منه طالما هو حاجة شريفة انت بتعملها، فانت تخش على الاماكن وتسألهم يا جماعة والله انا بدور على شغل، انتوا طالبين ناس للشغل وبتاع، وبيبتدي ان انت يحصل ما بينك وما بينهم كلام وكوميونيكيشن، وان شاء الله يعني ربنا بيكرم. فده كان بالنسبة للسؤال رقم 6. ندخل على السؤال اللي بعده، السؤال السابع. الحياة في أمريكا غالية ولا لأ؟ أوكي، ماشي. الحياة في أمريكا غالية ومش غالية في نفس الوقت. يعني على حسب، أول حاجة هي بتتصنف على حسب أنت عايش فين. يعني في ولايات اوريدي غالية على الأمريكان شخصيا، تمام، زي كاليفورنيا، زي نيويورك. في ولايات كتير غالية تعتبر. نيو جيرسي مش قوي بس تعتبر برضو غالية. فعلى حسب الولاية اللي انت قاعد فيها آه، عاملة ازاي. تمام. وبعدين نمرة 2، انت بتقيسها غالية او مش غالية من ناحية ايه؟ يعني لو من ناحية السكن، تمام، والإعاشة بتاعت السكن، أمريكا مش رخيصة في سكنها. يعني مش هتلاقي سكن رخيص في أمريكا. السكن في أمريكا غالي. أنت هتاخد شقة أو استوديو أو الحاجات دي كلها، لا السكن هيبقى غالي تقريبا. هو نص مرتبك في الشهر بيروح على السكن. تمام. بالنسبة للأكل والشرب، دي الميزة بتاعت أمريكا اللي أنا بشوفها إن هي ميزة، إن الأكل والشرب مش عائق على الحياة. أي نعم طبعا هو الأكل والشرب سعره طلع قوي يعني الفترة دي بالذات، بس هو مش الأزمة الحقيقية. أنت الأزمة الحقيقية بتبقى عندك في السكن بتاعك، قسط العربية، تمام، سواء أنت بتقسطها أو أخدها ليس اللي هو زي حق انتفاع 3 سنين. التأمين، الضرايب، الحاجات دي، لا الموضوع بيبقى غالي مش رخيص. يعني انت محتاج ان انت تركز وانت بتشوف الشغلانات وتشوف المرتب قد ايه، وتحاول ان انت تعمل لنفسك خطة مالية عن طريق الشهر، عشان يعني ما يجيش عليك اخر الشهر وتلاقي ان انت عليك ديون او عليك ان انت مش قادر تكمل الشهر للايجار والحاجات دي كلها. فانت لازم تحسب الموضوع ورقة وقلم، تمام. يعني ما تمشيش كده على طول، لا لازم تبقى حاطط نقط في حياتك، تمام. وكل نقطة انت بتشوفها يعني بتعلم عليها، يعني بتعمل الميزانية بتاعتك من الآخر. انا مش عايز، انا دخلت في كلام مجعلص او مش عارف ليه بس يعني انت تبقى مرتب الدنيا، تمام، وان شاء الله كله بيبقى خير يعني. بس هي لا تعتبر امريكا غالية، تمام، بالنسبة للإعاشة بتاعتها مش الأكل والشرب. لأن الأكل والشرب هنا معاك 20 دولار هتاكل، معاك 100 دولار هتاكل، معاك 1000 دولار هتاكل. فهي الموضوع في الأكل والشرب على حسب أنت عايز إيه، تمام. فده باب كبير جدا، ممكن نقعد نعمل له فيديو أصلا لوحده عن الأكل والشرب. مثلا نروح مكان بيبيع أكل وشرب ونقعد نقارن ونشوف الأسعار وإيه الدنيا. لكن هي الفكرة الأساسية في البيت، العربية، المصروفات اللي انت بتدفعها، التأمين، الكهرباء، المية، الحاجات دي كلها. لا ما تعتبرش من البلاد الرخيصة. مع العلم في ولايات رخيصة، يعني في ولايات لو نزلت في الجنوب هتلاقيها طبعا أرخص من نيويورك وكاليفورنيا وكل الكلام ده. فبس ده كان ردي على السؤال رقم 7 بتاع غالية ولا لا. السؤال رقم 8. هل كل الأمريكان بياكلوا برجر طول اليوم؟ لا لا مش كل الامريكان بياكلوا برجر طول اليوم. كان زماني فتحت مطعم برجر وعشت ملك يعني. لا هو البرجر يعني وجبة هنا معروفة، وفي محلات كتير بتعملها يعني، ماكدونالدز وواتا برجر وحاجات كتير جدا يعني، براندات بالعبيط. طول ما انت ماشي هتلاقي فاست فود برجرز. اي مطعم هتخش فيه هتلاقي عندهم برجر. وهي على فكرة مش هنا، هو في كل حتة في العالم. يعني البرجر من اشهر الوجبات اللي موجودة في العالم. بس هم لا مش بياكلوا برجر كل يوم، لا يعني ما بيقعدوش طول اليوم وكل يوم بياكلوا برجر، لا المعلومة دي مش صح. هم لا شعب عادي جدا يعني، قشطة صباح الفل، يعني بياكلوا أي حاجة يعني اللي موجود يعني مش برجر كل يوم، لا. آه. السؤال اللي بعديه ورق مقفول جامد.
مش عارف ليه في ايه. اه، نيويورك ولا تكساس؟ انا سبت نيويورك وجيت تكساس يعني ده من ضمن الاجابات اللي انا احب اقولها. هي نيويورك كولايه جميله وانا بحبها، يعني انا بحب نيويورك، الدوشه والعربيات والزحمه والخروجات بتاعت نيويورك بالليل، وفيها حاجات اكتر من بكتير من تتعمل. بس تكساس انت بقى بتتكلم في ليفل تاني خالص. يعني انت مثلا ما تجيش تقارن آه القاهرة بمحافظة تانية، دي ليها المود بتاعها وليها الحياة بتاعتها، ودي ليها المود والحياة بتاعتها يعني. لكن اقدر اقول لك مثلا تكساس عاملة زي صعيد مصر، مكان انت بتروح تستمتع تستجم فيه يعني. راحة نفسية أول حاجة. تكساس كبيرة جدا كولاية كمساحة يعني. تكساس كبيرة يعني لدرجة إن إحنا هنا في تكساس ممكن تسوق 12 ساعة وأنت لسه جوه تكساس، أنت لسه ما طلعتش بره، أنت سايق جوه الولاية لمدة 12 ساعة. يعني تكساس تعتبر من أكبر الولايات اللي موجودة في أمريكا، وأكتر الولايات المصدرة للثروة الحيوانية في أمريكا والبترول الاتنين يعني، فتعتبر من الولايات الكبيرة. شعب تكساس شعب جميل جدا، طيب ودود ومحترم قوي. عندهم بقى قصة احترام الكبير واحترام الست، وما ينفعش ان انت تعلي صوتك في المكان ده، على عكس نيويورك. نيويورك زحمة قوي. نيويورك لما من كل حتة في العالم، تمام، هتلاقي في جالية من كل دولة في العالم، هتلاقي ليها ناس قاعدين في نيويورك. ونيويورك تحس الريتم بتاعها سريع قوي 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 قوي. يعني انت لو نزلت التايم سكوير هتلاقي الناس بتجري مش ماشيين، تلاقي هوب 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 وكله عايز يلحق وكله عايز يجري، ما تعرفش في ايه اللي بيجري يعني، بيجروا من ايه انت مش عارف، بس هم بيجروا. هنا لا، الدنيا في الهداوة شوية واريح، انا بحبها بصراحة يعني. طبعا دي تختلف من شخص للتاني، بس انا بحب تكساس. وانا مش بكره نيويورك، انا بحب نيويورك برضه عشان نبقى متفقين، بس بحب تكساس اكتر. الهدوء والقعدة والاتموسفير بتاع تكساس، وجو تكساس قريب من جو مصر شوية يعني. نعم، هو أعنف من جو مصر الحر اللي هنا أعنف من جو مصر، بس أحسن من السقعة يعني، أحسن من إن أنت تبقى بتتجمد في نيويورك. لا، تعالى اتحر هنا في تكساس ده يعني. واحدة من الحاجات اللي بتخليني أحب تكساس الجو بتاعها برضه، مع إن الجو بيتغير كل 10 دقايق هنا، بس برضه بحبها مش عارف ليه. ندخل على السؤال اللي وراه. اتفتحت بسرعة الورقة. أكتر حاجة عجبتك في أمريكا؟ هو في حاجات كتير يعني. أقدر أقول لك الراحة. الراحة هنا إن، مش الراحة إن أنت قاعد براحتك يعني، بس الراحة النفسية. يعني لما أنت بتنزل هنا رايح مشوار، أنت بتعدي على مناظر طبيعية، مناظر خضراء على طول. آه، انت شايف جبال وشايف بحيرات وشايف جناين ومزارع طول ما انت ماشي. وده مش في تكساس بس، ده في امريكا كلها يعني. الطبيعة هنا تحفة. تحفة يعني، انا واحد من الناس بيعشق الطبيعة. فلا، هنا المساحات الخضراء والطبيعة لما تبقى انت شايفها قدام عينيك كل يوم في مشاويرك اليومية، وانت رايح الشغل وانت رايح تجيب بقالة، الحاجات دي كلها دي بالنسبة لي راحة نفسية. الهدوء. الهدوء هنا في أمريكا كان أول ما جيت أول يوم ما كنتش عارف أنام. حرفيا أنت دلوقتي بعد الساعة 10 بالليل أنت مش سامع أي حاجة. يعني صوت نبضات قلبك ممكن تسمعه وأنت قاعد في البيت. يعني الدنيا هادية الطريقة اللي هو مفيش حد بيعطس، مفيش عربية بتعدي. إن المناطق السكنية دايما بيبعدوا عنها الحاجات اللي هي زي السوبر ماركت، البنزينة، الحاجات دي ما بتبقاش قريبة قوي من المناطق السكنية، بتبقى في نفس الحي بس مش في الشارع اللي فيه العماير والبيوت والحاجات دي. فانت بالليل مفيش صوت مفيش نفس. والامريكان كشعب بتيجي عليهم الساعة 10 بالليل كله في السرير، يعني عندهم شغل الصبح فما بيهزروش يعني. احنا ما شاء الله علينا بننام لنا ساعتين وننزل نضرب الشغل 8 ساعات زي الفل ولا كأن في اي حاجة. لا، هنا هم بيناموا 9 10 بالليل
علشان يصحوا الساعة 6 الصبح يروحوا الشغل. فانت بعد 10 بالليل الدنيا هدوء مميت، لدرجة ان انت ما تقدرش بعد ميعاد معين، على حسب انت قاعد فين وعلى حسب اليوم ايه في الاسبوع، ان انت تعمل دوشة او تعمل صوت او يبقى في صوت عالي شغال عندك، تلفزيون او عندك حفلة او الحاجات دي كلها ما ينفعش يعني. هتلاقي البوليس جاي بيخبط عليك، حد من جيرانك عمل فيك محضر يعني. فانا بحب الهدوء والراحة النفسية طبعا، وبس يعني. دي من اكتر حاجتين انا بحبهم في امريكا يعني، او اكتر حاجتين انا برتاح لهم هنا في امريكا. ندخل على اللي بعده. السؤال رقم 11. انا طلعت ورقتين، نرجع واحدة مش هنخم. السؤال رقم 11: ايه اكتر حاجة وحشتك في مصر؟ ليه السؤال ده؟ طبعا اهلي يعني من اكتر الحاجات اللي وحشوني في مصر. آه ان انت برضو اي نعم دلوقتي مع التكنولوجيا والحاجات دي كلها وتقدر تكلمهم، شايفهم قدامك وشايفينك وتقدر تكلمهم في اي وقت، بس القعدة مع الاهل والقعدة مع ابوك وامك واخواتك في البيت دي ليها طعم تاني طبعا يعني، وذكرياتك معاهم الحاجات دي كلها ما بتتعوضش. فدي من الحاجات اللي وحشتني. صحابي وحشوني جدا. بقالي يعني دلوقتي كام سنة ما شفتهمش، وانا واصحابي يعني كنا مرتبطين ببعض قوي. فبرضو اصدقائي وحشوني جدا في مصر. وبقى يعني الاكل بقى المصري، يعني المحاشي بقى والحمام والبط والكلام ده كله ده وحشني. قعدة القهوة بالليل، يوم الخميس بالليل نفضل قاعدين لحد الصبح، دي وحشتني جدا. الهزار بقى والضحك والكلام ده كله، كل الحاجات دي وحشتني يعني في مصر طبعا. آه ف بس يعني ندخل على السؤال اللي بعديه قبل ما الواحد يبتدي يدمع منكم يعني. ندخل على السؤال اللي بعده. الإنجليزي كان مشكلة. السؤال ده أنا كنت حابب إن أنا أتكلم عنه أصلا. بالنسبة للإنجليش، الإنجليش بالنسبة لي أنا ما كانش المشكلة الأولانية، لأن أنا يعني كنت بتعلم إنجليش من زمان جدا، من أيام المدرسة وأنا في مصر، والحمد لله كان يعني ما كنتش مش هقول إن أنا كنت بروفيشنال أو نمرة واحد، بس ما كنتش ضايع برضو. فما كانش مشكلة بالنسبة لي. بس دي معلومة حابب أقولها لكل الناس يعني، أي حد بيفكر يجي أمريكا، لو انت الانجليش بتاعك مش بنسبة 80% كويس، لا محتاج ان انت تشتغل عليه كتير. لان انت حتى لو وصلت يعني، انا في اعتقادي الشخصي، انا والله مش بقول حاجة على حد يعني، في اعتقادي الشخصي ان مفيش حد عدى ال 95% قاعد في مصر يعني. الموضوع صعب قوي، بالاخص في امريكا يعني. فهم هيعرفوك يعني مجرد ما هتفتح بقك، لا لا، امسك امسك امسك، ده مش من هنا يعني. المعلومه دي قالها لي واحد هنا، هو كان مدرس. قال لي عايز تبقى توب في الانجليش وانت بتتكلم، لما تفكر بالانجليش انت كده بقيت التوب. يعني انت لو وصلت لمرحله مش ان انت بتتكلم، ان انت ما بينك وما بين نفسك بتفكر بالانجلش، فانت كده تعتبر خلاص، انت كده اللي هو قفلت اللعبة في الانجليش يعني، تعرف تتكلم. لان الموضوع صعب في امريكا بالذات، صعب. كل ولاية ليهم طريقة في الكلام، وليهم بعض المصطلحات والكلمات. دي هتتعلمها بالوقت وانت قاعد طبعا في الولاية، مهما كان ايه يعني الليفل بتاعك. لكن هيظل الاكسنت عندك محتاجة تتحسن، ولازم تشتغل على نفسك يعني. لان انا اعرف ناس كتير جم هنا امريكا وما حسنوش من الموقف ده. لكن انت جاي قاعد هنا، فدي فرصة بالنسبة لك، ليك انت، لولادك، لحياتك، ان انت الانجليش بتاعك بيبقى احسن. ان انت تفضل تشتغل على نفسك بقى، سواء ان انت تقعد تتفرج على فيديوهات يوتيوب، تبتدي تتكلم مع ناس اكتر. لو حد ادالك كومنت على الانجليش بتاعك ما تزعلش، بل بالعكس اساله، طب ايه اقولها ازاي صح، او اعمل ايه صح علشان احسن من الانجليش بتاعي. هو هيتفهم طبعا الموقف، وهيبتدي ان هو يقدم لك كل حاجة ممكنة ممكن يعني تحسن بيها نفسك. فالانجليش من حاجات من التوب
إن قبل ما تطلع من مصر لازم تكون اشتغلت عليها، لان هنا ما حدش بيتكلم عربي. فانت جاي دولة كلهم بيتكلموا فيها، او 99% بيتكلموا انجليش، فانت لازم علشان تعرف تتعامل مع الناس دي وتبتدي تتعلم الحاجات اللي هي بتاعت الحياة اليومية في السوبر ماركت، البقدونس والكرفس والكزبرة، الحاجات دي اساميها ايه، الخضار والفاكهة. تمام يعني، حاجات بتاعتك بتاعت كل يوم دي لازم تتعلمها علشان ما تجيش هنا وتحس ان انت معزول، او مش عارف تتعامل، او مش عارف تتأقلم، او مش عارف بدأت بتشاور بقى وموبايل وجوجل ترانزليت. لا يعني، انت جاي تقعد هنا، فدي من ضمن الحاجات اللي انت لازم تشتغل عليها 100%. السؤال ال13: لو رجعت لأول يوم ليك في أمريكا، إيه الحاجات اللي أنت هتعملها من أول وجديد؟ لو رجعت لأول يوم ليا هنا في أمريكا، في كام حاجة حابب إن أنا أغيرهم. أول حاجة أسلوب إن أنا كنت بدور بيه على شغل، هغيره. تمام. الوقت اللي هو كان من ساعة ما جيت لحد ما جالي الأوراق، هبتدي إن أنا أستغله بشكل تاني خالص، إن أنا أشتغل على نفسي، أطور نفسي إن شاء الله. حتى يعني تعمل أي حاجة، يعني تقعد تتفرج على فيديوهات على اليوتيوب، ناس بتتكلم إنجلش. الحاجة التانية إن أنا هخلي بالي من المالية كويس جدا، وهحاول على قد ما أقدر إن أنا كنت أكبر المبلغ اللي أنا كنت جاي بيه. يعني أشوف كنت إن أنا حوشت أكتر وقبل ما أسافر عملت أي حاجة، بس يعني كان هيفيد بكتير جدا. فدي أول، لو أنا راجع بيا تاني الزمن، دي من الحاجات اللي أنا هعملها يعني على طول. آه، بام 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 بام. السؤال الأخير: ايه اكبر غلطة بتشوف ان المهاجرين بيعملوها اول ما بيجوا امريكا؟ طيب، الغلطة الكبيرة اللي انا بشوفها على طول بالنسبة لأي حد مهاجر جاي هنا امريكا، بيبقى معتقد ان امريكا هتحل كل مشاكله. هو جاي اوريدي معاه مشاكل، ومفكر ان امريكا دي بمجرد ما هو حط رجله هنا ان مشاكلي هتتحل وهبقى مليونير اخر الشهر. الكلام ده ما بيحصلش، وبتيجي بتتصدم بالحقيقة اللي موجودة. لأمريكا مش الجنة. لو انت ما اشتغلتش هنا وما عافرتش يعني ما طلعش عينك في الشغل وبقيت شغال على طول، لا، امريكا مش هتبقى بالنسبة لك جنة. بالعكس، انت هتبقى يعني مطحون ووراك حاجات كتير ان انت عايز تعملها. تاني نقطة، ودي النقطة المهمة جدا، ان انا بشوف فيها مهاجرين كتير ما بيهتموش بالكريدت سكور بتاعهم. الكريدت سكور ده اللي هو الرصيد الائتماني، او يعني الرصيد بتاعك الائتماني. انت لما بتيجي تصرف هنا بالكريدت كارد، لما بيبقى معاك كريدت كارد وبتبتدي تصرف بيه وبتسدد في ميعاده، ده بيبتدي يعلي الرقم الائتماني بتاعك. البنوك بتبتدي تثق فيك، تبتدي تدي لك ليميت اكبر على الكريدت كارد. لو انت محتاج كارد تبتدي تديهولك، عايز تشتري بيت يبتدوا يوافقوا لك على الكارد بتاع البيت، عربية، كل الحاجات دي. فبرضه بشوف ان في ناس كتير مش مهتمة بالكريدت سكور، مع ان حاجة مهمة جدا. انت طول عمرك يعني مش هتقعد تصرف في كاش. مش هتبقى كل حاجة انت عايزها هنا مستني ان انت لما تحوشها. على سبيل المثال، يعني لو انت عايز تشتري بيت، مش هتستنى لحد ما تعمل نص مليون دولار وتشتري بيت. فدي مش حاجة منطقية. انت تدفع مقدم وتبتدي تقسط، فالكريدت سكور هيقلل عليك الاقساط اللي انت هتدفعها، لان انت هتكون في مستوى ائتماني هيبقى بيسموها ايه، الفايدة بتاعت الكارد بتاعك اقل. هو هنا الفايدة أقل أو أعلى بتتحسم عن طريق السكور بتاعك، أو الكريدت سكور بتاعك. هو ده اللي على أساسه البنك بيديك فايدة عالية أو فايدة أقل. بيشوفك لو أنت الكريدت سكور بتاعك قليل، يبقى أنت مش مصدر ثقة ائتماني، فأنا هعلي الكريدت سكور، لأن الريسك إن أنت ممكن ما تسددش عالي. فأنا عايز ألم أكتر قدر ممكن من الفلوس منك، فأديك فايدة عالية. لكن لو انت راجل ملتزم وبتدفع الكريدت سكور بتاعك عالي، لا يا عم، طب انا اضغط على الراجل ليه؟ لا، خليني اديله فايدة قليلة. ومش انا اللي حاطط النظام ده يعني، بس هو ده النظام بتاعهم هنا. فدي ضمن الحاجتين اللي انا بشوف المهاجرين اول ما بيجوا بيعملوها. و
بس ده كان فيديو النهارده، كانت الاسئله. ما تنسوش تسيبوا لي تحت في الكومنتات لو عندكم اي اسئله. تمام، اكتب لي في الكومنت تحت ايه السؤال اللي انت محتاج تعرفه، ويبقى الفيديو الجاي هيبقى السؤال بتاعك واطلع اجاوب عليك ان شاء الله. وما تنساش بقى تتابعني وتعمل لايك وسبسكرايب والحاجات دي. انا ما كنتش حابب ان انا اقول الموضوع ده، بس يعني علشان ان شاء الله ناس اكتر تشوفني، واي اسئلة عند اي حد ان شاء الله اقدر اجاوب عليها. وشكرا لكم جدا، وهستناكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.